السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ شايفين الجمال؟ شايفين البقبقة والجمال والحلاوة؟ طاجن لحمة بالبصل تحفة بجد. ريحته ولا طعمه حكاية، بجد جميل جدا. لازم تجربوه، وبطريقته سهلة وبسيطة خالص، مش تاخد معاكي اي وقت. تعالي اقولك انا عملته ازاي. اول حاجة هبدأ ان انا اجيب صينية، وهبدأ انزل بالمادة الدهنية بتاعتي، زيت او سمنة، ده يرجعلك انتي اللي انت حباه. انا هنا حطيت معلقتين من الزيت كبار، وهبدأ ان انا اجيب قطع اللحمة بتاعتي وانزل بيها في الصينية. المهم ان انتي تجيبي قطعة لحمة كويسة ما تكونش بتاخد سوا. هبدأ بقى ان انا انزل باللحمة، واكون عاوزة الزيت سخن ما يكونش بارد، عشان انا مش عايزة اللحمة تنزل المية بتاعتها. عايزة اول ما اللحمة تنزل تاخد لون وتتحمر كويس جدا، تبقى واخدة زي كأنك بتحمري اللحمة عادية، بتحمريها عادي زي ما انتوا شايفين كده، واخدة لون وجميلة جدا. هبدأ ان انا اقلبها على الجنب التاني بالشكل ده. ولو عندك حاجة مثلا تيفال، صينية تيفال او حاجة تيفال، ممكن تستخدمي فيها عن الألمونيا. يعني الألمونيا بتبقى صعبة شوية في التقليب بتاعها. آه، بدأت بقى ان انا اقلبها بالشكل دوت، عشان انا عايزاها تتحمر من الجوانب كلها. بصوا صعبة شوية في تقليبها، يعني بتبقى ماسكة شوية، اللطقم التيفال والجرانيل والكلام ده كله. بعد بقى ما اتحمرت معايا، هبدأ ان انا انزل بفصين من الثوم، وهبدأ ان انا اقلبهم كويس جدا. الثوم يا جماعة لما بينزل على اللحمة هو والبصل، يعني بيقلبوا الدنيا، بيخلوا ريحة اللحمة تحفة. هبدأ بقى ان انا انزل ببصل، دول 3 بصلات كبار، قطعتهم شرايح، ونزلت بيهم على اللحمة بتاعتي. وهبدأ ان انا اديلهم تقليبة، وشمي بقى الروايح بتاعتك، تحفة بجد جميلة جدا. تقلبيهم كويس قوي. بعد ما تقلبي كده هتسيبيهم يجي دقيقتين 3 لحد ما البصل بتاعك يدبل. هتخلي البصل يدبل مع اللحمة قبل ما تنزلي من الخضار التاني اللي انت هتعمليه. ولو انت جبتي قطعية لحمة كبيرة، هتبدأي ان انت تسويها فوق على البوتاجاز، يعني هتسيبيها شوية على البوتاجاز. انما لو جبتيها قطعية صغيرة عادي مفيش اي مشكلة. هتشتغلي زي ما انا ماشية كده. بدأت بقى اجيب قرن من الشطة برضو، حطيته قطعتهم شرايح وحطيتهم. لو انت بتحبي الحاجة حراقة هتحطيها حراق، مش بتحبي الحراق عادي تستبدليه بفلفل رومي، مفيش اي مشكلة، هي شغال معاكي اللي موجود عندك هتعملي بيه، وهيطلع معاكي تحفة. بدأت بقى ان انا حطيت الفلفل، وبدأت ان انا برضو اقلبهم تقلبتين. واول ما دبلوا معايا جبت حبيتين طماطم وسط، ونزلت بيهم قطعتهم برضو شرايح ونزلت بيهم. شايفين بقى الالوان بقى تحفة؟ ولا تقوليلي فلفل الوان ولا غيره، لا، انا من اللي موجود في البيت هنعمل احلى حاجة واحسن حاجة. واللي هيدوقه هيشكرك عليه جدا. قلبته بقى تقلبتين كده بعد ما نزلت بالطماطم، وهسيبه برضو ان هو يدبل شوية. سيبته ان هو يدبل شوية، وبعد كده هبدأ ان انا معايا بقى بهارات لحمة، فلفل اسمر، كمون، بهارات مشكلة، ونزلت بيهم كل ده نص معلقة، والملح بتاعك طبعا. ونزلت بالبهارات على اللحمة، وبدأت ان انا اقلب تقلبتين كده، اخلط اللحمة مع البهارات. بصوا الجمال والحلاوة. تهيألي اللحمة بتتكلم عن نفسها، يعني ما فيش اي حاجة. يعني هي من قبل ما تستوي كمان وهي تحفة. بصوا عاملة ازاي الواناتها ولا ريحتها، وشكلها جميل جدا. هبدأ بقى ان انا اعمل ايه. هغلي مية، كوباية مية كبيرة كده، هتغليها في قلب الكتل،
او على البوتاجاز وتبداي تنزلي بيهم في الصينيه. ممكن تستبدلي الخطوه دي بطماطم، تضربي طماطم وتحطيها، بس انا بعملها بالميه المغليه بتبقى تحفه. نزلت بقى بالميه المغليه بتاعتي، وهبدأ ان انا زي ما قلتلك لو انت جايبه اللحمه كبيره هتسيبيها تستوي وهتزودي كميه الميه وتسيبيها تستوي فوق شويه، يعني تديلها نص سوا. جايباها صغيره هتديلها غلوه واحده بس، زي بالشكل ده كده. يعني انا اديتها غلوه واحده بس، وهبدأ ان انا انقلها في الطاجن. وقبل ما انقلها قبل ما كنت انقلها في الطاجن انا مولعه الفرن وحاطه فيه الطاجن فاضي يسخن معايا، وانزل باللحمه في قلب الطاجن. اي حاجه سخنه هتسويها في الفرن تعمليها بنفس النظام ده. بصوا بقى الجمال والحلاوه بعد ما طلع من قلب الفرن، تحفه. غطيته بورق فويل وحطيته في قلب الفرن على درجه حراره عاليه ساعة الا ربع او نص ساعة بالكتير، واللحمة معاكي بتبقى دايبة دوب، وريحته وطعمه حكاية. متنسونيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب